اهلا اعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من عيار التقيل جدا. تأليف جديد من عيار التقيل جدا ورمضان كريم يا اعزائي المتابعين. والنهاردة اول تأليف للقصص والحلقات بتاعت القصص الجديدة. حلقة رقم 6، قصة صحاب غدارة، تأليف يوسف القناص وإشراف سعد الرومانسي أو سعد. أعزائي المتابعين، طبعا احنا بقالنا كتير ما بننزلش تأليف للقصص، وطبعا احنا كنا بنقول إن في رمضان مش هينفع ننزل تأليف لأغاني حزينة، لأن طبعا رمضان شهر القرآن، فعيب يعني لما يبقى شهر القرآن وننزل فيه تأليف لأغاني حزينة يعني. فقلنا إن الأفضل إن احنا نعمل تأليف للقصص. وأعزائي المتابعين، أحب أقول لكم في الفيديو ده كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. رمضان كريم يا أعزائي المتابعين. طبعا يا أعزائي المتابعين، إحنا في 30 يوم هننزل لكم تأليف كتير جدا هينال إعجابكم يا أعزائي المتابعين. والحمد لله الأزمة المالية يا أعزائي المتابعين اتحلت بفضل الله. يعني إن شاء الله مش هنغيب عنكم كتير زي الأول يعني وكده. وانسوا بقى قولت إن القناة تتقفل مدة أسبوع ومدة شهر والكلام ده كله. خلاص انتهى من النهاردة، عودة واستمرارية، وبإذن الله القادم أفضل بكتير جدا يا أعزائي المتابعين. حلقة رقم 6، قصة صحاب غدارة، هيتم تنزيل التأليف في الديسكريبشن، ويتم شرح تفصيلي لحلقات القصة في فيديو خاص، وممكن ما نعملهوش. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، نعمل الفيديو ده ولا لا؟ لو محتاجين نعمل فيديو خاص بشرح تفاصيل القصة قولوا لي في الكومنتات، ولو كده هنعمل. لو مش عايزين خلاص براحتكم. تمام يا أعزائي المتابعين. طبعا قصة مستشفى مسكونة أكيد هنكمل فيها التأليف. أنا مش فاكر إحنا وقفنا في التأليف حلقة رقم كام بالظبط، بس هنكمل حتى لو ناسيين إحنا وقفنا في حلقة رقم كام. أشوفكم في فيديو جديد يا أعزائي المتابعين، مع السلامة. رمضان كريم.